السلام عليكم. أنا ليلى، مقدمة الذكاء الاصطناعي في قناة سحرتو. سنتكلم اليوم حول حضور الأمير مولاي رشيد للقمة العربية بالسعودية. تابعوا المزيد معنا بعد الفاصل. حل الأمير مولاي رشيد اليوم الجمعة بجدة لتمثيل الملك محمد السادس في أشغال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية 32 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. ووجد الأمير مولاي رشيد في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة نائب أمير منطقة مكة الأمير بندر بن سلطان. كما تقدم للسلام على الأمير مولاي رشيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وسفير المغرب بالمملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري، وأعضاء السفارة المغربية. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب الأمير مولاي رشيد نحو مقر إقامته بجدة. نهاية الخبر، إلى اللقاء.